هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 24 من يوليو. وكما عودناكم أعزائي المستمعين والمستمعات نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج النافذة الثقافية لهذا الأسبوع نفتح نافذة اليوم على جمهورية الصومال، وفيها نقدم مقالا تحت عنوان للصومال وردة ونجمة. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأكارم أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. محكمة إسرائيلية تبرئ إسرائيليين 2 من تهمة قتل طالب لجوء إريتري. الحكومة السودانية تخطط لتعويض المتضررين من حكم نظام البشير. عودة خدمة الإنترنت إلى إثيوبيا بالكامل. وأخيرا الرئيس المصري يمدد العمل بحالة الطوارئ في البلاد. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. قضت محكمة إسرائيلية في 20 من الشهر الجاري ببراءة إسرائيليين 2 اتهما بقتل شاب إريتري في محطة حافلات بئر السبع. وكان الاثنان قد اعتقلا على خلفية قيامهما بقتل الشاب الإريتري هابتوم في عام 2015، حيث اشتبه في أنه أحد مرتكبي عمل إرهابي، وتعرض بعدها الشاب للضرب المبرح بواسطة رواد المحطة، ونقل على إثر الاعتداء إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وبرأت المحكمة الإسرائيليين من تهمة القتل العمد، وحكمت على أحد المتهمين بالسجن لمدة 3 أشهر، والآخر بأداء خدمة اجتماعية لمدة 4 أشهر، وأكدت بأن القتل لم يكن متعمدا. وكان بعض الحضور في المحطة قد صور لحظات سقوط الشاب الإريتري واعتداء بعد الإسرائيليين عليه بينما هو ينزف وفي لحظاته الأخيرة. نقلت صحيفة سودان تريبيون عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله أن حكومته تخطط لتعويض المتضررين من حكم الرئيس المعزول عمر البشير بمن فيهم الذين عانوا من التمييز الديني. وقال رئيس الوزراء في لقاء بوفد من الكنيسة الأسقفية يوم الثلاثاء الماضي أن الدولة تمضي بخطة ثابتة في جبر الضرر وإحقاق الحق لكافة فئات الشعب السوداني التي تضررت في العهد البائد. وأضاف أن التنوع الديني والثقافي والاجتماعي في السودان يجب أن يظل مصدر قوة ووحدة وليس مصدر تفتت وحروب ونزاعات. وأشاد عبد الله حمدوك بدعم الكنيسة وقادتها لمجهودات حكومة الفترة الانتقالية. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام جمعة كندة في تصريح صحفي أن الوفد أكد دعم الكنيسة الأسقفية السودانية لمجهودات حكومة الفترة الانتقالية، وأشاد بالتعديلات القانونية في الفترة الأخيرة لأنها تصب في الاتجاه السليم الذي يجعل السودان يتقدم نحو دولة المواطنة. ومن جهته قال رئيس وفد الكنيسة الأسقفية المطران حزقيال كوندو كاموير أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل باعتباره هدفا استراتيجيا ومهما يأتي في مقدمة أولويات الحكومة. ذكر مراسل موقع أفريكا نيوز الإخباري عبد الرحمن ألفا شعبان بأن خدمة الإنترنت وخدمة المعلومات المتنقلة عادت بالكامل لكافة أنحاء إثيوبيا يوم أمس الخميس. وذكر صحفيون إثيوبيون في تغريدات لهم على تويتر بأن الخدمة عادت بالكامل إلى إقليم أوروميا، وكانت الخدمة قد عادت جزئيا إلى العاصمة أديس أبابا. وكانت الخدمة قد قطعت بشكل كامل عن سائر أنحاء إثيوبيا في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد مقتل المطرب والناشط هوتشالو هونديسا، حيث أدت الاضطرابات إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص. وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي حينها بعد قطع الإنترنت بأنه سوف يعيد الأمن والاستقرار، وأن من ضمن الشروط حفظ السلام قطع خدمة الإنترنت للحد من انتشار الدعوة إلى العنف. وعقب صحفيون على كلامه بأن الإنترنت ليس وسيلة لنشر العنف والكراهية فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى نشر السلام والتآلف، وعلى الحكومة أن تدرك ذلك أيضا.
وكانت العاصمة أديس أبابا وباقي الأقاليم قد عانت جراء انقطاع خدمة الإنترنت وخدمة الحزم المتنقلة. أكد موقع بوابة أفريقيا الإخباري بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدد العمل بحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى تبتدئ من صباح يوم الاثنين المقبل. وقال الموقع: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم الاثنين 27 من يوليو الجاري. وجاء القرار في ظل الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية. وكان الرئيس السيسي قد اجتمع في وقت سابق مع الفريق كامل وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق والمحاور ووسائل النقل على مستوى جمهورية مصر العربية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. محكمة إسرائيلية تبرئ إسرائيليين 2 من تهمة قتل طالب لجوء إريتري. الحكومة السودانية تخطط لتعويض المتضررين من حكم نظام البشير السابق. عودة خدمة الإنترنت إلى إثيوبيا بالكامل. وأخيرا الرئيس المصري يمدد العمل بحالة الطوارئ في البلاد. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في نافذة اليوم الثقافية، برنامجكم الأسبوعي الذي نفتح فيه نافذة هذا الأسبوع على الصومال، ونقدم مقالا لفتح عثمان تحت عنوان نجمة ووردة للصومال. هذه إذاعة إيرينا. لا يمكن الحديث عن القرن الأفريقي وشعوبه دون تصدير الحديث بالصومال وشعبها. الصومال بلد الطيب والبخور التي أخذ القرن الأفريقي نفسه اسمه من الانثناء التي تشبه قرن وحيد القرن فيها، وتتوسطه بريدة الساحلية كالشامة على الخد. أهدي للصومال حزمة ورد مطرزة بنجوم فضية بلون حليب النوق الناصع البياض كنقاء سريرة شعبها، وورود بلون زرقة المحيط ليرسم اللونان باقة ود وحب لون علم الصومال الأزرق الهادي والرزين. وللصومال في عنق يد سلفت ودين مستحق، فهي الدولة التي منحتني أول وثيقة سفر دافية بزرقة لون سمائها وعلمها، ثم كبرت الوثيقة والوثاق فصارت جوازا أسود الغلاف ذهبي الصفحات بلون التراب البلاد. علمني العيش مع الصوماليين دروسا من التاريخ، فهي بلاد بونت التي تاجرت معها ملكة الفراعنة حتشبسوت بالطيب والبخور، وتعلمت من لغتها كلمات رومانسية مثل أبح والتي تعني الوردة، وهي كلمة جميلة الإيقاع والمعنى مثل كلمة أيروري والتي تعني الفجر باللغة العافرية، ومخاطبات كصباح الخير صبح وناكسا وكيف الحال اسكورا نبض فيعا، وشتائم بذيئة كذلك. ولكن الكلمات التي تظل معي منذ أيام الشباب الغر هي كلمات أغنية هيس جي دي شامبو لعميد الفن الصومالي زلفى، وهو فنان عملاق بقامة محمود أحمد في الجارة إثيوبيا، والأمين عبد اللطيف في إريتريا، ومحمد وردي في السودان.
يصف زلفى في هذه الأغنية التي حفظت كلماتها بعد كتابتها بالحروف العربية زفاف حبيبته إلى الجبار جي دي شامبو، والذي كان ينتزع الليلة الأولى من كل عروس ليلة زفافها، ويصرخ زلفى في رتم موسيقي خماسي سلم بنتاتونيك أو جي دي شامبو لغوري غوريها، واليوم تزفين إلى جي دي شامبو. لقى زلفى وجه ربه الأعلى بعد أن اعتزل الغنى وأصبح مؤذنا بصوته العذب في أحد المساجد في السعودية. نسأل الله أن يحشره في زمرة أطول الناس أعناقا يوم القيامة. سمعت الأغنية أول مرة في منتصف الثمانينات في نصف الوقت الذي أصدر فيه الفنان البريطاني فيل كولينز ألبومه الغنائي الذي تصدرته أغنية على الهواء الليلة On the Air Tonight، وهي أغنية لا تقل روعة وجمالا عن أغنية زلفى المذكورة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يقال أن معنى اسم الصومال مشتق من الكلمتين صو بمعنى اذهب ومال بمعنى احلب، والحليب الذي يسمى عنه خاصة حليب النوق غذاء وطني أساسي في الصومال، والإبل التي تشكل حتى اليوم الثروة القومية في الصومال هي رمز وعز وفخر للبلاد. وحبا وهياما في الإبل يسمي الصوماليون بعض صبيانهم باسم حوار الناقة حاشي، كما تسمي القبائل العربية الفتاة وضحى على الناقة الوضحى. وألبان الإبل ولحومها تؤثر في الصومال على ما عداها من خيرات. من لحومها يعدون الأوتكع، وهي أكلة من لحم الإبل المجفف الثريد بحجم حبات الذبيب والمغموس في السمن البلدي، وتعد أكلة وطنية بامتياز. أذكر أنه في مرة سألني أحد أصدقاء الصوماليين وكان مسافرا إلى حمر وهو الاسم المحلي للعاصمة مقديشو، أما إذا كنت أرقب بشيء من الصومال، فقلت له بالطبع أوتكع، فترك ترتيب حقيبة سفره والتفت إلي مندهشا وسألني في دهشة بالغة: ماذا قلت أيها الشقي؟ فرددت عليه مقمد، وهو الاسم غير الشائع لنفس الأكلة، فزاد استغرابه. قال لي مؤشرا بالسبابة: أنت أكيد صومالي متنكر. فضحك وقال لي: هل تعرف أن هذه الأكلة تعطيها الزوجة للزوج بعد أدائه لواجبه الزوجي بكفاءة ولتعوض له جهد الليل؟ وأكد لي بأن أمهم لم تكن تطعمهم منها، وكانوا يشاهدون أباهم يأكلها خلسة. وفي هذا هي تشبه مديدة الورانية التي تقدمها الزوجة لزوجها كهدية صباحية في غرب السودان. وحسب علمي البسيط فإن بعض لحوم الذبائح ممنوعة على النساء في البلاد، كما أن الرجال يأنفون عن أكل بعض أجزاء الذبيحة. ويقال في الحكمة القديمة بأن 4 عناصر تدخل في تركيب الإنسان، وهي الهواء والماء والتراب والنار، ويبدو أن الصوماليين يغلب على تركيبتهم عنصر النار الذي ربما تسلل إليهم من لحوم الإبل. فالصوماليون شجعان، وكما يقول الهنود بأن أرضهم هي أرض الصندل، ومنها هاجر إلى دول العالم، فإن الشجاعة موطنها الصومال، ومنها هاجرت إلى العالم. هذه إذاعة إرينا. الصوماليون شجعان حد التهور والطيش، ورغم أن فضيلة الشجاعة مكرمة عند الفرنسيين مثلا، إلا أنها في الصومال موجودة على شكلها الطبيعي، أو أنها كمادة خام، وليست لها صفة العطورة الفرنسية الناعمة. والصومالي إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع. وللأسف أن شجارهم وعراكهم وبحكم الشجاعة والتهور غالبا ما ينتهي بنتائج كارثية. في إحدى المرات غاب عن تمارين كرة القدم التي كنا نجريها زميل صومالي لفترة طويلة، فسألته بعد عودته عن سبب اختفائه، فرد علي غاضبا: أنتم ما عندكم عشرة. وأكمل في غضب: أنا كنت في السجن لمدة 6 أشهر ولم يسأل عني أحد منكم. فاعتذرت له ظانا بأنه ربما سافر إلى الصومال، وحكى لي سبب سجنه قائلا أنه دخل في شجار مع 4 رجال ضخام البنية من جنسية عربية معروفة في إحدى حافلات المواصلات العامة، فتكالبوا عليه، وكان السائق من نفس جنسيتهم، وتواطأ مع بني جلدته ولم يوقف الحافلة أو يطلب الشرطة. فقام زميلنا وأثناء سير الحافلة بسرعة كبيرة
بفتح الباب الخلفي ورمى بأحد المتشاجرين على الأسفلت. صعقت من التصرف وقلت له: واريا، أنت كنت عاوز تقتل الراجل؟ قال لي بثقة: نعم، ليتأدبوا أولاد وماذا حدث بعدها؟ سألته. قال لي: بقي الرجل في العناية المركزة لمدة 6 أشهر، فلا مات وسجنت ولا حي فخرجت، والآن تعافى وخرجت أنا من السجن. وشجاعة الصوماليين مضرب مثل، فالبطل الوطني الصومالي محمد عبد الله، والذي أسماه البريطانيون بالملا المجنون ذا ماد ملا، أوقع بهم خسائر فادحة، مما اضطرهم ولأول مرة في تاريخ أفريقيا إلى استخدام الطائرات في مهاجمته في عشرينات القرن الماضي. والمرأة الصومالية لا تقل جرأة ولا شجاعة عن أخيها، ففي وسط مقديشو كان هناك تمثالا للرمز الوطني حوا تاكو، وهي ترتدي الدرع الصومالي وتخطو إلى الأمام في إقدام. ولا أظن أن هذا التمثال الذي خلد بطولات المرأة الصومالية قائما اليوم بسبب الحروب والتطرف الذين شهدتهما البلاد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أما عن حقيقة أن الصومالي إذا تحدث أسمع، فالمعروف عن الصوماليين أنهم يتحدثون بصوت عال حتى في أضيق الأماكن، وربما تفسر حياتهم المفتوحة وبلادهم المترامية للأطراف سبب حاجتهم للصوت العالي بالتزامن مؤكدا مع طبعهم الناري. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام مقال تحت عنوان نجمة ووردة للصومال قدمناه لكم ضمن برنامج نافذة ثقافية، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. ولكن قبل الختام أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرينا. محكمة إسرائيلية تبرئ إسرائيليين 2 من تهمة قتل طالب لجوء إريتري. قضت محكمة إسرائيلية في 20 من الشهر الجاري ببراءة إسرائيليين 2 اتهما بقتل شاب إريتري في محطة حافلات بير السبع. وكان الإسرائيليان الاثنان قد اعتقلا على خلفية قيامهما بقتل الشاب الإريتري هابتوم في عام 2015، حيث اشتبها في أنه أحد مرتكبي عمل إرهابي. وتعرض بعدها الشاب للضرب المبرح بواسطة رواد المحطة، ونقل على إثر الاعتداء إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. الحكومة السودانية تخطط لتعويض المتضررين من حكم نظام البشير. نقلت صحيفة سودان تريبيون عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوق قوله أن حكومته تخطط لتعويض المتضررين من حكم الرئيس المعزول عمر البشير بمن فيهم الذين عانوا من التمييز الديني. عودة خدمة الإنترنت إلى إثيوبيا بالكامل. ذكر مراسل موقع أفريكا نيوز الإخباري عبد الرحمن ألف شعبان بأن خدمة الإنترنت وخدمة المعلومات المتنقلة عادت بالكامل لكافة أنحاء إثيوبيا يوم أمس الخميس. وذكر صحفيون إثيوبيين في تغريداتهم لهم على تويتر بأن الخدمة عادت بالكامل إلى إقليم أوروميا، وكانت الخدمة قد عادت جزئيا من قبل إلى العاصمة أديس أبابا. الرئيس المصري يمدد العمل بحالة الطوارئ في البلاد. أكد موقع بوابة أفريقيا الإخباري بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدد العمل بحالة الطوارئ 3 أشهر أخرى ابتداء من صباح يوم الاثنين المقبل. وقال الموقع أن الرئيس المصري أصدر القرار بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، والمشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم الاثنين 27 من يوليو الجاري. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وكالعادة لا يفوتني أن أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com، ونرحب دوما بمساهماتكم وتعليقاتكم على برامجنا وخططنا البرامجية المقبلة والتي مضت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
وفي الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، إلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.